وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال، وجعل جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس. وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل. فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لتبدأ المبارزة. اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة. ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا. اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بثارنا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين. يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لن أتركه حتى أرديه قتيلا. قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك، فهزني الآخر فقال مثلها. فلم يلبث عبد الرحمن بن عوف حتى رأى أبا جهل، فقال لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ هل أخزاك الله يا عدو الله؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وقد أمر الرسول بسحب قتل المشركين إلى آبار بدر فدفنوا. وأقام ببدر 3 أيام ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم الثالث ببدر وقف على 24 رجلا من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما.
وكانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل القبور لا يسمعون.